بابا هي وين ماما؟ أو ماما هو وين بابا؟ لو تسألتي هذا السؤال أو تسألت هذا السؤال حتجاوبوا عليه بصراحة ولا حتدوروا على حلول سهلة؟ تعالوا أساعدكم. شو هي الأسرة؟ الأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء المجتمع. الأسرة هي أول مكان آمن الطفل بيتعرض له. طب شو تكوين الأسرة؟ الأم والأب، بس مش بمعظم الأحيان. ممكن يكون في غياب لأحد الطرفين بسبب الانفصال أو بسبب الموت لا قدر الله أو السفر. ففي حال غياب أحد الطرفين عن هاي العلاقة أكيد حيكون في تأثير كتير كبير على الأشخاص الكبيرة، بس التأثير الأكبر بيكون على الأطفال. فمنهم اللي بيتعرض لحزن شديد، ومنهم اللي بيطلع بنوبات غضب يعبر فيها عن اللي بداخله، ومنهم اللي بيحس إنه هو محتاج يكون لوحده وبينعزل وبيحس بإنه الوحدة هي مكانه الآمن. طب شو الحلول المقترحة؟ كيف لازم نتعامل بهالموضوع؟ أول شيء لازم نعرف نحافظ على صورة الشخص اللي غايب. يعني لو كان الأب هو اللي غايب، الأم لازم تحاول إنه هي ما تحكي أي إشي نيجاتيف عن غياب الأب أو عن الأب كشخصه، وبالعكس لازم الأب يتصرف في حال غياب الأم. شو الشغلة الثانية اللي لازم نعملها؟ لازم نقضي مع أولادنا وقت كواليتي تايم، وقت يقدروا يحسوا فيه بالأمان، وقت يقدروا يفهموا فيه إنه نحن قريبين منهم، وقت إنه يحسوا إنه هم مش غريبين لما يقارنوا حالهم باللي حواليهم. وفي شغلة ثالثة مهمة جدا، إنه نحن لو حسينا بوقت من الأوقات إنه نحن محتاجين مساعدة لازم ما نتردد ولا لحظة إنه نحن نطلبها، إما من الدائرة المقربة لنا أو من الأخصائيين اللي موجودين اللي بيقدموا لنا الدعم. وبعد هيك لازم يكون في تواصل كتير كبير ما بين المدرسة أو الحضانة على حسب عمر الطفل، لأنه التواصل هذا بيفتح مجال إنه نحن نشتغل مع الطفل يداً بيد مع المكان اللي هو بيروح عليه لنوصله لمكان آمن. هل معنى غياب أحد الطرفين من الأسرة معناها الشخص رح ينهار والأسرة رح تنهار وتنهدم؟ الصراحة هو جواب صعب، وإنه نحن نتخطاه أو نعدي بالصعوبات هو شيء مو بالساهل إنه نحن نعمله، بس دائما لازم نستعين برب العالمين، إنه دائما ربنا بيختار للإنسان المواقف اللي بتخليه أقوى وممكن تطلع منه شخصية قوية تقدر تحسن فيما بعد. بعدين في نقطة كتير مهمة لازم نحطها ونحن عم نربي أولادنا، إنه هدول الأولاد هم حيكونوا بالمستقبل هم أساس بيت أو أساس أسرة تانية، فيا ريت تكون زراعتنا لإلهم إنه تكون سوية ويقدروا يبنوا على أساسها فيما بعد لما يكبروا ويتذكرونا دائما بالخير. دائما خليكم معنا خطوة بخطوة لنساعدكم إنكم تحافظوا على الأمانة اللي رب العالمين أهداكم إياها.